اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل طريقه عمل كفته الرز بدون لحمه او فراخ او حتى عدس او ايه او اي حاجه خالص، بدون لحوم خالص. هنعملها كده بطريقه سهله وبطريقه بسيطه وبجد تحفه جدا، وهتبقى معاكي بجد روعه، وطعمها كده كويس وطعمها حلو، وكمان هتبقى معاكي تحفه. طبعا انا معايا كوبايه من الرز طبعا انا غسلاه ونشفته كده، جبت فوطه وحطيت عليها الرز وسبته ينشف كويس جدا. انا غسلته ما نقعتوش ولا اي حاجه خالص، انا شطفته كويس جدا بالميه وجبت فوطه وبعدين فردته كده على الفوطه عشان الميه تنشف كويس جدا. ومعايا حزمه من البقدونس، ومعايا بصلايه صغيره، يعني بصلايه ولا كبيره يعني ولا صغيره يعني قوي، بصلايه كده ايه تكون حلوه. ومعايا 4 فصوص من التوم. طبعا التوم انتي مثلا حابه تحطي ال4 فصوص ماشي، حابه تحطي فصين ماشي. وطبعا معايا معلقه كبيره من النشا، ونص معلقه صغيره من البودر، ومعايا نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من البهارات المشكله، وملح فقط لا غير. طبعا انا بجيب كده الايه الرز بعد ما نشف كويس جدا علشان لما اجي اطحنه في المطحنه يكون سهل معايا. طبعا انا جبت كده المطحنه وحطيت فيها نص الكميه، وبعدين طحنتهم ايه في المطحنه اللي احنا بنطحن فيها التوابل، فاهمين؟ علشان يكون معايا كويس جدا. انا طحنته كويس جدا. طبعا انتي لو عايزه تجيبي مثلا دقيق الرز اللي هو الجاهز ماشي، عاوزه تعملي كده زي ما انا ما عملت برضو ماشي. الطريقه دي جميله جدا، طريقه سهله جدا. طبعا انتوا عارفين اللحوم غاليه والاسعار بقت نار، فالطريقه دي بجد تحفه جدا، وهتاكلي احلى كفته رز ان شاء الله. طبعا انا هجيب كده المطحنه علشان اطحن بقى الايه باقي الكميه، اطحن بقى كده. طبعا المطحنه دي انا طحنه فيها توابل يعني عادي مفيش اي مشكله. طبعا حطيت التوابل عباره عن ايه، قلت لكم بهارات مشكله. حطيت معلقه كبيره من النشا، ونص معلقه صغيره من البودر، ونص معلقه من الفلفل والثوم والبصل. طبعا الثوم انا كده بقطعه كده ايه كده علشان لما اجي احطه في الكبه يسهل معايا في الفرن كويس جدا، وبقطعها كده عشان لما اجي افرمها في الكبه تسهل معايا. طبعا انا ضفت كل المكونات على بعض، النشا بقى والرز والبقدونس والبصل والثوم بقى وكل المكونات علشان افرمهم ايه في الكبه. طبعا انا جبت الكبه علشان احط فيها احط فيها الكفته، يعني احط فيها المكونات علشان افرمها كده اهو. معايا الكبه كده احط فيها بقى ايه كل المكونات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما تقلقوش ولا تقولوا احطوا بيض بقى ولا تقولوا احط سنه من الميه، لا، البقدونس هينزل الميه، البصل هينزل الميه، والثوم، وكل حاجه هتبقى معاكي تحفه جدا. يعني ما تقوليش احط ميه احط بيض، لا، ما تحطيش اي حاجه. هتشوفوا دلوقتي هتتعمل ازاي. طبعا هعمل كده الكبه اقفلها كويس جدا علشان ايه، علشان افرمها اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ايه اطحنها كده واسيبها بقى ايه تتفرم كده زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايب قلبي. شوفوا بتتفرم ازاي، وهتتفرم معاكي بكل سهولة وهتبقى معاكي تحفة جدا اهو يا حبايب قلبي. وادي بعد بقى ايه بعد ما اتفرمت كويس جدا، انا فرمتها كويس جدا اهو. طبعا هي طلعت لي الكميه دي، اصلا انا عامله كوبايه رز واحده فاكيد هتطلع لي الكميه دي. انت بقى حابه تكتري ماشي، حابه تعملي زي ما انا عامله كده، هي كميه رز واحده يعني كوبايه واحده ماشي. طبعا ادي الكفته بقى بدون بقى ما احط لها بيض ولا احط لها كده شويه من الميه، لا خالص، هتبقى معاكي تحفه جدا. ادي شكلها وهتتصبع معاكي بكل سهولة جدا وهتبقى معاكي تحفة جدا. اصبع بقى كويس جدا كده واسويها كده
علشان هقليها كده في الزيت زي ما انتم ما شايفين بقى، ولا خدت بقى ميه ولا بيض ولا اي حاجه خالص. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، شوفوا بتتعمل معاكي بكل سهولة والله العظيم، وبتبقى معاكي روعة. ما بصوا مش عارفة اوصف لكم هي طبعا كانت جميلة ازاي. طبعا الكفتة دي ممكن تعملوها الناس النباتيين، الناس النباتية او الناس المسيحيين، يعني اخواتنا المسيحيين لما بيصوموا كده، دي كفتة جميلة جدا. طبعا انا الكفتة دي انا عامل لها ايه كده صلصة طماطم علشان احط فيها الايه الكفتة. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم ما شايفين كده، وادي الكمية بعد ما خلصت. طبعا هي كمية يعني مش كتيرة اوي، هي بتعمل كتير، بس انا عاملة كوباية رز عملت الكمية دي. طبعا انا جبت كده على النار، واحط فيه كده معلقة سمنة، معلقة كده كبيرة من السمنة علشان اشوح فيها الايه البصل. اهو يا حبايب قلبي معلقة كبيرة كده من السمنة، واحط البصل بقى كده واسيب البصل يتشوح كويس جدا. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، هقلب بقى الايه البصل واسيب البصل يتشوح كويس جدا كده بالسمنة لحد ما البصل كده ياخد لون بني. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت حابه تعملي صلصه طماطم دي بتوم بس ماشي، عاوزه تحطي بصل وتوم برضو ماشي، وعاوزه برضو تعمليها ببصل برضو ماشي، اللي انت بتحبيه اعمليه. ادي الكفته بقليها كده في الزيت، شوفوا ولا بفكت ولا اي حاجه خالص، وبتبقى معاكي تحفه جدا والله العظيم، ولا بتفك ولا اي حاجه خالص، وشكلها روعه وريحتها بجد كأنك فعلا بتعملوا كفتة برز بلحمة. فاهمين ازاي؟ يعني كأنكم حاطين لها لحمة. طعمها روعة جدا وريحتها كانت هايلة. ادي الكفتة يا بنات بعد ما كده ايه، بعد ما بحمرها شوفوا، ولا بقى اي حاجة خالص، ولا بقى بتفك منك، ولا بتلقاها كده شققت، ولا اي حاجة خالص. نقلب بقى كده يا بنات البصلة. اهو بوريكم كده ايه تاني واحدة كده اهو، هتطلع معاكي روعة وهتطلع معاكي تحفة. شوفوا بقلبها كده بالزيت معاكم ازاي، بقلبها عادي جدا وهتبقى معاكي تحفة. انا طبعا حمرتها وكده وطلعتها كده، يعني حمرتها في الزيت وبعدين طلعتها. انا هحط بقى كده ايه فص كده من التوم، هيديلي تطعيمة حلوة وهيديلي ريحة حلوة. بعد ما البصلاية كده ايه خدت لون كده، حطيت كده فص من التوم، واقلب بقى كده علشان تديني ريحة حلوة وطعم ايه احلى. اهو يا حبايب قلبي نقلب بقى كده. طبعا انا كل ما بقلب الريحة بصراحة بتبقى روعة. ادي البصل حطيت عليه الفص كده من التوم، وبعدين احط فيه عليه الايه، احط بقى عليه الطماطم. اهو يا حبايب قلبي هنحط بقى الايه، هنحط الطماطم. طبعا ده نص كيلو من الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كده الطماطم واقلب بقى كده. اهو يا حبايب قلبي طبعا انا هتبل بقى بفلفل اسود وملح ومكعب من مرق الدجاج او ماجي اللي انتوا بتقولوا عليه. احط كده ايه مكعبايه كده، وبعدين احط شويه كده من الفلفل من الملح فقط لا غير. اه يا حبايب قلبي طبعا انا مش بحب التوابل الكتير في الاكل، فانا بحط ايه كده كميات قليله.
اهو يا حبايب قلبي، طبعا اغطيها لحد ما ما تتسبك كويس جدا. ادي الطماطم بتتسبك طبعا. في الناحية التانية انا حاطه كده الفراخ بتتسلق اهو. انا حبيت كده احط بطاطسايه كده صغيره، انا بحب كده احط لها بطاطس. حطيت كده بطاطسايه صغيره، يعني حبايه كده من البطاطس قطعتها مكعبات صغيره. طبعا سبت البطاطس كده تاخد غلوه، يعني تاخد كده غلوه بسيطه، وبعدين احط الكفته اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. نقلب بها كده وهغطيها اسيبها تسبك تاني، وبعدين احط الشوربه من اللي انا عاملاها. طبعا انت لو عاوزاها صيامي او عاوزاها نباتي طبعا مش هتحط شوربه، هتحط ميه. هنستبعد طبعا السمنه وهتعمليها بزيت. بقلب بقى كده يا حبايب قلبي، وبعدين احط الشوربه. احط طبعا كده كبشه كده من الشوربه واسيبها تغلي. طبعا دي تسيبها تغلي كويس جدا، يعني تسيبها تطيب كويس جدا. مش زي الكفته اللي فيها اللحمه، يعني طبعا مش زي كفته الرز اللي باللحمه. طبعا انت يا دوبك بتحطيها وتسيبها تغلي غلوه وبعدين تدفع عليها. لا دي انت ممكن تسيبيها على النار، تسيبيها كده 10 دقايق او 15 دقيقه كده تقعد تغلي على النار اهو يا حبايب قلبي. شوفوا شكلها جميل ازاي ولا ريحتها، والله العظيم ريحتها كانت تحفة جدا. اسيبها بقى تغلي كويس جدا، وبعد ما تغلي هنوريكم هيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا انا سبت الكفتة تغلي كويس جدا. تعالوا بقى نغرفها سوا. شوفوا شكلها جميل ازاي، شكلها بجد تحفة جدا ولا ريحتها روعة الروعة، وبجد اقتصادية جدا 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 جدا. يعني كوباية من الرز على حزمة بقدونس بصلاية وفصين توم بقى ومعلقة من النشا هتعملي العظمة دي وهتعملي غدوة بجد محتوى. طبعا الأكلة دي محتاجة رز بشعرية أو رز حبة وحبة، هتبقى معاكي روعة وهتبقى معاكي تحفة جدا. شوفي شكلها جميل ازاي، شكلها شهي وريحتها جميلة جدا وبجد ولا فكت ولا اي حاجة خالص، وبتبقى معاكي تحفة جدا. شوفوا والله العظيم ريحتها بجد خطيرة وطعمها بجد روعة، يعني والله العظيم تحفة جدا. يا حبايب قلبي نغرب بقى كده زي ما انتم شايفين كده. نحط بقى الكمية. طبعا انت بقى حسب بقى ما تحطي بقى تغرفي ازاي. ممكن مثلا تحطي في اطباق صغيره كبيره. انا بصراحه حبيت كده احطها في طبق كبير كده. وطبعا دي الصلصه طبعا انا احطها بس انا بس علشان بصورها لكم وكده، فانا ما حبيتش اكتر كتير اهو يا حبايب قلبي. شوفوا والله العظيم شكلها روعه، والله شكلها روعه. ايه رايكم بقى في العظمه دي؟ حاجة كده تحفة جدا وحاجة كده اقتصادية جدا 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 جدا. ادي يا بنات شكلها، ما تنسوش بقى. ادي شوفوا شكلها بذمكم فيه حلاوة اكتر من كده. شكلها جميل جدا، الكفتة متماسكة مش سايبة ولا اي حاجة خالص، وبجد تحفة جدا. ما تنسوش بقى يا بنات تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس واشتركوا في القناة يا حبايب قلبي. باي باي.